السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درت صراحة يعني بالزربة، لأن هناك بعض الأمور اللي صراحة استفزتني كثيرا مع هاد المهرج ديال بن كيران. قالك في هذا البرنامج يعني عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يعني هذه المفسدين اللي شفروا الملايير وشردوا الآلاف من العائلات والملايين من العائلات في المغرب، قال لهم هاد الهضرة هادي وخلاهم دابا يديروا ما بغاو. يعني يديو معاهم خزينة الدولة قاع يضربوا كل شيء. دابا هما ضربوا كل شيء ولكن يزيدوا يضربوا دابا، يعني هانية. المهرج بن كيران عطاهم لا بيرميسيون باش يديروا ما بغاو. المهم علاش ما تقولش عفى الله عما سلف لهذوك اللي شادين في السجون المخزنيه اللي تغتصبوا يوميا ولا تتعذبوا يوميا، والمعتقلين السياسيين ديال هاد الحراك الشعبيه هذا؟ علاش هادو ما عفى الله عما سلف ولا ما تقدش؟ هادو حيت يفتحوا النظام، حيت يواجهوا الفساد الحقيقي والاستبداد الحقيقي في البلاد. هادو لا، هادو خصهم يبقاو تما باش المفسدين يديروا ما بغاو ياك. وكنت حشم هادشي اللي نقول لك انايا صراحه. كنت جنرال او اي حاجه يعني نتايا يعني اش نقول لك، نتيري فيك فردي، نتيري فيك يعني جميع الناس اللي تيقولوا في حالك بحال هكا يعني مصيرهم. يعني انا بالنسبه لي لا رحمه ولا يعني الموت، لا يستحقون الحياه، لانهم يعني تساعدوا الفساد والمفسدين يديروا ما بغاو، وهذه هي هذا هو الجزاء ديالهم. ولكن ان شاء الله المحكمه اللي جايه دابا هي محكمه الشعب. يعني الشعب المحكمه ديالو جايه، غنحيدوا جميع حنا هاد الفساد المفسدين. ما نتسناوش حنايا حكومه سوريه لا تمثل الشعب، حكومه مخزنيه غادي تحارب لنا الفساد او تسقط الفساد. وخا في الحمله الانتخابيه ديالكم رفعتوا شعار كبير درتوا فيه فرصتنا لاسقاط الفساد والاستبداد، ما كاين لا فرصه الفساد. نتوما تتهادنوا الفساد، نتوما تتعاونوا سياسه الفساد والاستبداد باش تستمر في المغرب، وتجي انت تكذب على الشعب وحي وساعدتي المخزن باش يفلت من واحد الفرصه كانت تاريخيه بالنسبه للاحزاب النخبه السياسيه الفاسده كالاتحاد الاشتراكي الموحد الذي يقبل بالاستبداد والفساد في الدوله المخزنيه، على ان يلتحم مع الحركات الاسلاميه الاخرى التي تناضل من اجل حريه الشعب. هذا الشيء هذا ما تهمش الاتحاد الاشتراكي الموحد، حتى هما عندهم عقده مع المخزن لحقاش بغاو هما يوصلوا للسلطه السوريه ويبقاو يبانوا، فهمتي؟ ولا تبان لك هذيك نبيله منيب ولا سميتو الدكتوره ولا هذه بدات تنبح عليك بشي كلمات وتقول لك حنا، وهذه وصلوا تما صافي يذوبوا كما دابوا. يعني عبد الرحمن اليوسفي ما دار والو، عاد يجي واحد عاد ما شفت ما عاش في سنوات القرطاس غادي يدير شي حاجه. ولكن المهم المحكمه اللي جايه هي محكمه الشعب. يعني جميع المفسدين من بيناتهم الملك المفترس اللي ضرب كل شيء ولا حتى الشمس تبيع المغاربه، يعني اللي دارت بوم في الفيسبوك ما كاين ما يتخبى. يعني هذاك الشيء ديال الاعلام ديالكم كل شيء مشى. الا كانت واحد النخبه في الشعب، واحد الكاتيجوري في الشعب اللي باقا تتامن بكم او انها تظن انه كاين شي حاجه، غتكون يعني الشرفات، يعني النخبه الشارفه او الناس اللي ضربهم الشيخوخه او شي حاجه. اما الشباب اليوم يعني عاقوا بكم وعارفين الحقيقه، يعني ما كاين ما يتخبى. وما جاي ما اللي جاي دابا هو محاكمتكم امام الشعب، والمحكمه غادي تكون محكمه الشعب. لا تصدر الاسماء لا باسم الملك المفترس او ايا كان في الدوله المخزنيه، ولكن تصدر الاحكام بسم الله. يعني ما كاينش لا اسم هذا لا هذا. يعني وكونوا تحشموا والله، ما بقيتوش تتبركوا بالله، وليتوا تبانوا وجهكم وسنطيحتكم خارجه للهيا. يعني كاين اللي تيقول سنطيحتو عنده سنطيح، انت راه سنطيحتك خرجات ضربات التلفازه للهيا وخرجت من الهيا. يعني كنت مرق ضحكتوا على الشعب وزيدتوا تضحكوا عليه. دابا 60 عام وانتم تضحكوا عليه من بعد الاستقلال السوري، شنو باغيين مازال؟ ولكن حنا شباب ان شاء الله مستعدين نضحيو وما تنعرفوش الخطوط الحمراء. وعاش الشعب هذه غادي تبقى دائما، ربما ما تعيش واخا تنقولها، ولكن غادي يجي النهار اللي غادي تفهم المعنى ديال عاش الشعب، لحقاش عنده واحد المعنى روحي
اللي تتجمع الشعب كامل وتلتحموا داخل كلمة وحدة، هي بغينا نعيشوا، بغينا الكرامة، بغينا العدالة، بغينا الحرية.